صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني بيه. النهارده هنعمل مع بعض احلى كحك الماني ممكن تاكلوه، بيدوب في البوق بامانه. ممكن تاكلي منه طبق ما تحسيش بيه، واللي جربوه هتدعولي. والريح ملهاش حل، وخفيف وهش خالص، مش تقيل كده لما تاكليه، لان انا ما بزودش فيه السكر قوي. يلا تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. كوبايه الا ربع سكر، لان انا بعمل حساب السكر اللي بيترش عليه من بره، وانتوا طبعا عارفين مشاكل السكر، فما مكترش منه. فبحط كوبايه الا ربع بس، وكوبايتين سمن، 5 بيضات، فانيليا، معلقة صغيرة حرامية بيكنج باودر. واربع كوبايات دقيق. هضرب السمن مع السكر اهو. السمن طبعا ما يبقاش سايح وما يبقاش في التلاجة مجمد، يبقى بدرجة حرارة الغرفة اللي انت فيها. اهو، واحط السكر واضرب الاتنين مع بعض لحد ما يدي قوام كريمي عشان الكحك يطلع مظبوط معاكي. هبدأ هضربه وارجع لكم. هضرب السكر والسمن مع بعض. شايفين؟ ادي القوام اللي انا عايزاه، كريمي. انا بضرب السكر والسمن مع بعض وبضرب البيض وحديه، لان امهاتنا علمتنا لما بضرب البيض مع السمن ساعات بيكشكل كده ويربي زي يكلكع. فانا بضرب يكون عشان السكر بيسخن بسرعه، فانا بضرب السمن والسكر مع بعض واضرب البيض وحده، وبيكون على بال ما اضرب البيض يكون السكر والسمنه هديوا، اروح منزل عليهم بالبيض. دلوقتي هضرب البيض. هعمل 5 بيضات. اكسر البيض واحده واحده لربما تكون فيه واحده بايظه كده ولا حاجه، رب عارفاه. اهي، ادي واحده. التانية. الخامسة. الحمد لله كلهم كويسين. احط عليهم الفانيليا واضربهم وارجع لكم اهو. احط واحد تاني عشان ريحة البيض، واضربهم بالمضرب وارجع لكم. انا ضربت البيض، لازم اخليه مريم كده، شايفين اهو. بعد كده انزل بالبيض على السمن والسكر. هضربهم بالمضرب وارجع لكم. وده يا جماعه كده البيض والسمن والسكر مع بعض. اهم حاجه في الموضوع ده ان الكوبايه اللي بتعايري بيها السمن هي اللي بتعايري بيها السكر. وانا ضربته بالمضرب كده. بعد كده هنحط الدقيق واحده واحده وعليه البيكنج باودر. انا هحط الدقيق واحده واحده، هحط الدقيق واحده واحده واحط البيكنج باودر. انا طبعا الدقيق نخلاه ومجهزاه. هحط معلقه حراميه صغيره بيكنج باودر، مش اكتر من كده. ادي اول كوبايه دقيق. انا هوريكم كوبايه اهو. 2. انا بحط واحده واحده عشان الدقيق بيختلف، وده طبعا حسب الدقيق بتاعك.
شايفين معلقة صغيرة اهي هرمية بيكنج باودر، بس مش اكتر من كده. نعمل الدقيق كده عشان ما يطيش. بعد كده ابدا اعجن بايدي. اهو هلم بس، مش هعمل اكتر من كده. طبعا الدقيق بيختلف، ممكن تاخد منك 4 كوبايات ومعلقتين دقيق، 4 كوبايات الا على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستعمليه. طبعا العجينه بتلزق، عايزه حبه دقيق تاني. يبقى 4 كوبايات دقيق وكوبايتين سمن وكوبايه الا ربع سكر ومعلقه صغيره هرميه بيكنج باودر. شايفين العجينه اول ما بتبعرموها كده؟ شايفين حلوه خالص. انا بشكلها بالبتاع دي، بيقول عليها كحكات، انا بشكلها بيها. انت لو ما عندكيش ممكن تعمليها بالشوك، انا دي جايباها معايا من مصر وانا جايه. انت ممكن عايزه تعمليها بالشوك، مش صعبه. وهشكلهم وهوريكم هم في الصينيه. شايفين الشكل والرسمه؟ العجينه حلوه خالص اهو. بعد ما تقطع وتحطيه على درجه حراره 200، مش اعلى من كده. وادي الكحك الناعم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا عليكم الايام بخير يا رب. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وفعلوا الجرس ما تبخلوش عليا بيهم. واشوفكم الفيديو الجاي. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وفعلوا الجرس ما تبخلوش عليا بيهم. وادي الكحك الناعم بعد ما طلع. ايه رأيهم؟ كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.